بدنا نعمل تحضير مسبق للملوخية، بتكون جاهزة ما بدها إلا طبخ. وقت الطبخ ما بتاخد معنا أكتر من ربع ساعة. بدي كمية سمنة وفيرة. هلأ شي بيرجع حسب قديش كمية الملوخية اللي انتو عاملينها. أكيد بيلزمني كمان كمية توم، كزبرة خضرة. عم قلي الكزبرة والثوم، رح ضيف عليهم كزبرة يابسة، مكعبات ماجي، ضفت لحمة مفرومة، اللحمة قليتها لحالها. هلا بدي ضيف الملوخية أكيد مغسولة ومنشفتها معصرتها. بدي أقليها مع اللحمة والكزبرة والثوم. بعد ما أقلي الملوخية بهالمرحلة بطفي تحتها وبتركها لحتى تبرد على الآخر. بحطها بأكياس التفريز، بحطها بالفريزر. عندي مرقة سلق لحمة كمان مفرزتها. بنقدر نستعمل مرقة سلق دجاج، اللي ما عنده بيقدر يستعمل مي عادية ما في مشكلة. حطيتها على النار، بدي اياها لحتى تذوب وتغلي. بلشت مرقة اللحمة بالغليان. هلا بدي اضيف عليها الملوخية المجمدة. ما شاء الله، شوفوا الملوخية ريحتها بتشهي كأني هلا مقليتها طازة. ما شاء الله. هلا بالنسبة للملوخية أنا غطيتها لحتى تذوب أسرع. وبالنسبة للمرقة تبعيت الملوخية، كل شخص بيتحكم قد ايه بيحب فيها مرقة. في ناس بتحبها تكون فيها مرقة كتير، في ناس بتحبها ناشفة. هلا بدي أغطيها وتركها لحتى تستوي، ما بقى تاخد معي وقت كتير. وهلا لأنه الملوخية عندي إياها يابسة وأنا كمان مقليتها، لاحظوا ما في مطة أبدا أبدا. الملوخية صارت جاهزة، بنقدمها مع الرز. أكيد ما بننسى نعصر عليها الحامض. تحضير المسبق كتير بيفيد ست البيت، يعني بربع ساعة بنكون حضرنا أكلة الملوخية. بتمنى الفيديو يكون عجبكم.